قبل ما نبدأ الحلقة لازم أقول لكم حاجة مهمة. الأسبوع ده مش عادي فلكياً، وفي أبراج ممكن حياتها تتقلب فجأة. في برج هيرجع له حب قديم، وبرج هيكتشف حقيقة صادمة، وبرج هيجيله رزق أو فرصة غير متوقعة. لو عايز تعرف الكون مخبيلك إيه الأسبوع ده، اسمع رسالتك للآخر. والنجمة بتحكي. الحمل، الأسبوع ده ممكن يرجع لك شخص من الماضي، ممكن رسالة أو اتصال يفتح مشاعر قديمة. لكن السؤال، هل الشخص ده اتغير فعلا ولا مجرد حنين لحظة؟ الثور، في موضوع فلوس أو شغل ممكن يتحرك فجأة، فرصة مادية أو فكرة مشروع، لكن خليك هادي وما تستعجلش القرار. الجوزاء، الأسبوع ده فيه كلام كتير حواليك، ممكن تسمع سر أو تعرف حقيقة عن شخص قريب. النجمة بتقول اختار كلامك بحكمة. السرطان، ممكن تعيش لحظة عاطفية قوية، يا إما تقرب من شخص أكتر يا إما تقرر تبعد نهائي. القلب هو اللي هيقودك الأسبوع ده. الأسد، الأسبوع ده فيه اختبار صبر، ممكن موقف يضايقك أو يخليك تعيد التفكير في علاقة، لكن قوتك إنك دايماً بتخرج أقوى. العذراء، في مفاجأة ممكن تظهر فجأة، خبر أو عرض أو تغيير في الشغل. الأسبوع ده ممكن يفتح باب جديد قدامك. الميزان، في شخص بيفكر فيك أكتر مما تتخيل، وممكن يحصل تقارب أو مصالحة، لكن لازم تبقى واضح في مشاعرك. العقرب، الأسبوع ده طاقته قوية جداً عليك، ممكن تكتشف سر أو تعرف حقيقة كانت مخفية، لكن العقرب دايماً بيعرف يتعامل مع الحقيقة. القوس، في حركة وسفر أو تغيير في حياتك، الأسبوع ده ممكن يجيب فرصة جديدة، لكن لازم تاخد خطوة جريئة. الجدي، موضوع فلوس أو استقرار مادي ممكن يتحرك فجأة، في رزق ممكن يجي بعد صبر طويل. الدلو، في شخص من الماضي ممكن يظهر تاني، لكن القرار في إيدك، هل تفتح الباب تاني ولا تقفله للأبد؟ الحوت، الأسبوع ده حساس جداً ليك، ممكن تحس بتغير في طاقتك أو مشاعرك، لكن في نفس الوقت في فرصة لبداية جديدة. لو حسيت إن كلام النجمة وصلك، اكتب في التعليقات برجك إيه، وقول لنا هل حاسس إن في تغيير في حياتك الأيام دي. وما تنسوش الاشتراك في القناة. النجمة بتحكي، والكون دايماً عنده رسالة.